مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من على ارض محافظه السويس. يسعدنا على الهواء مباشر ان ينضم الينا الاستاذ ياسر عماره، وكيل مديريه التربيه والتعليم بمحافظه السويس. مرحبا بك يا استاذ ياسر. اهلا وسهلا بك يا استاذ هاني وبالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. حضرتك بخير. النهارده احنا في انتصارات اكتوبر، وبحضور السيد طبعا وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي، والسيد اللي هو اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والقيادات التنفيذيه والتعليميه بالمحافظه، وتحديدا من داخل مدرسه الشهيد النقيب المهندس فاضل سالم باشا الرسميه للغات. كلمني النهارده ايه اللي بيتم؟ وطبعا النهارده تشريف معالي الوزير الدكتور رضا حجازي، طبعا في ضيافه سياده اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. النهارده عندنا في مدرسه افتتاح جديد، وفي عندنا 3 مدارس توسعه، طبعا بالاضافه لمدرسه النيل اللي هي قدام مدرسه البحريه دي للتفقد. طبعا احنا عندنا النهارده ده عرس للتربيه والتعليم في السويس. طبعا احنا عندنا النهارده هنفتتح ما يقرب من 128 فصل، منهم 51 بالنسبه للمدارس الرسميه حكوميه، وتقريبا 71 فصل بالنسبه للمدارس، 77 فصل بالنسبه لمدارس اللغات. طبعا المباني دي هتخدم ما يقرب من 5200 طالب. طبعا يعتبر انفراجه بالنسبه لنا في التربيه والتعليم، وزي ما انت شايف التجهيزات بتاعه المباني وشكل المبنى. طبعا دي نقله حضاريه طبعا في التربيه والتعليم في السويس، ولله الحمد والمنه ان ده تم في وجود سياده اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر اللي هو الداعم الاساسي للتربيه والتعليم في السويس. وطبعا انا كنت بنفذ التعليمات وبنفذ توجيهات، والحمد لله رب العالمين، ونتمنى ان شاء الله للسويس مزيد من التقدم باذن الله. رؤيه حضرتك حول العام الدراسي الجديد؟ طبعا احنا العام الدراسي الجديد بدا عندنا بشكل منتظم جدا وبشكل محترم، تنفيذا لتوجيهات معالي اللواء عبد المجيد صقر ومعالي الوزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي. نفذنا التعليمات بكل دقه، وكانت توجيهاته لينا دلوقتي في الاجتماع بتفعيل مجموعات الدعم، وفعلا احنا بدانا بالفعل تفعيل مجموعات الدعم بالنسبه للطلبه في جميع المراحل. وطبعا كان اشار معالي ان احنا فعلا عملنا 3 مراكز للمجموعات الدعم على مستوى ال3 ادارات بالنسبه للمرحله الاعداديه والشهاده الثانويه العامه. وان شاء الله في الايام اللي جايه هتشوفوا ان شاء الله في حاجه جديده في التربيه والتعليم باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب وبالتوفيق والنجاح. وانت طيب يا استاذ، وربنا يكرمك. شكرا يا فندم.